السلام عليكم، أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصص جديدة مرعبة وغريبة من حكاوي تيتا المرعبة. زي ما تعودنا على قصص كلها حقيقية وحصلت للناس بالفعل، لكن القصص اللي معانا النهاردة دي رعب بأقصى درجات الرعب اللي بيدخل القبر. أيوة يا جماعة، القصص دي رعب، بس رعب مختلف، رعب العين والحسد. ناس حياتها اتدمرت بسبب الحسد، ناس ماتت وبيوتها اتخربت بسبب الحسد. القصص اللي هنقولها كلها دي قصص حقيقية، وناس ربنا يعافيهم ويرحمهم عاشوها، وناس لسه بيعيشوا فيها. كلها قصص حصلت لناس بالفعل. اوعى تستهينوا بالحسد او بالعين، اوعى تجازفوا بنشر حياتكم ويومياتكم، لان ممكن تصيبها عين تفقدكم اعز مليكوا، زي اللي هنقوله واللي حصل لناس بالفعل. قبل ما نبدأ قصة النهاردة إن شاء الله، بتمنى منكم الاشتراك في القناة، ما تنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. نبدأ قصتنا ونقول بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله. العين والحسد، الحسد اللي اي حد مر بيه او اي حد بيعالج منه بيقول ان هو اشد من السحر مليون مرة. ايوه يا جماعة، اللي بيصيب المعيون او المحسود بيبقى ملوش علاج، لان انت مش عارف مين اللي حسد، وازاي تجيب مثلا ان انت تجيب اثر منه وان انت تغتسل بيه وكده. قصص صعبة جدا، وعمرك ما هتقول لحد خد اشرب عشان اخد المية اللي انت شربت منها واغتسل منها عشان اثر العين والحسد. صعب جدا. غير كده وكده ان اللي حسدك ده بيتمنى النعمة اللي معاك تزول، فلو يعرف ان حسده أثر فيك للدرجة دي هيحسدك أكتر وأكتر. انت بتتعامل مع ناس مرضى القلب والعيون. الجن ما بيأذيش، الجن بيخوف، الجن بيرعب شوية، الجن لو قرأت القرآن بيبعد وبيهرب وبيخاف. الحسد مفيش حاجة بتقدر عليه غير ربنا سبحانه وتعالى، لأن العين فلقت الحجر زي ما بيقال. فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من الحسد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ بالله من الحسد، وكان بيقول إذا رأى أحدكم من نفسه أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال العين حق، اللي يشوف حاجة تعجبه يقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. لكن في ناس بتشوف النعمة فيك أو في حاجة عندك فبتحسدها. انت ممكن تحسد نفسك. ده اللي هنشوفه في القصص اللي هنقولها. أول قصة معانا دي حصلت فعلا لسيدة رحمة الله عليها وعلى ابنها. بتقول صديقة ليا، أعز صديقة لي، بتقول أنا اتجوزت وهي لسه ما اتجوزتش، وخلفت وكان عندي ولد، ربنا رزقها بولد، والولد ده كان عنده 4 سنين. بتقول ابني كان عنده 4 سنين وكان آية في الجمال. بتقول كان كل اللي يشوفه يعني يتجنن عليه وعلى جماله وعلى حلاوته، لدرجة ان لما يكون في واحدة حامل تقول لي ما تجيبي الولد الجميل ده عشان اتوحم عليه واجيب عيل شبهه. بتقول كان مالي عليا دنيتي وحياتي. فبتقول في مرة كنا في مناسبة واخدة ابني ده مزوقاه وملبساه، وكان بسم الله ما شاء الله بتقولي شعره كان زي خيوط الذهب، العينين الواسعة الجميلة الجمال البياض. بتقول لي ابيض اشقر. بتقول انا ما شفتش ولا هشوف عيل لغاية ما ماتت. بتقول ما شفتش عيل بجمال. بتحلف ان هي ما شافتش عيل بجمال، عشان بتقول كنا في المناسبة دي هتفاجئ ان صاحبتي دي بتقول لي ياه الولد ده جميل قوي، هو الواد ده لو مات انت هتعملي ايه؟ بتقول قالتها لي في وشي فعلا. بتقول قالت لي الواد ده لو مات
هتعملي ايه؟ بتقول انا ما حطيتش في دماغي، انا اتضايقت من كلمتها، قلت دي ايه دي بتدب كلام الملف السعد. بتقول بس مش احرجتها ولا اي حاجه، واخدت الكلمه من هنا طلعتها من هنا، وهي كانت ست طيبه ربنا يرحمها وما بتعلقش. بتقول عشان يعدي اسبوعين على الكلمه دي، وبعدها الولد وهو بيلعب في الشارع مع بنت صغيره قده تخبطه في بطنه، فيطلع يجري على مامته. بتقول طلع لي فوق على السلم، انا طالعه على الصريخ، لقيته بيقول الحقيني يا ماما. بتقول ما كملش ماما، فتح بقه ما قفلوش يا حبيبي، مات الطفل مات. بتقول فتح بقه وانا بجري عليه وهو بيتكلم بيقول ماما مش كملها، قطع النفس. بتقول رحت خدته في حضني وهو ميت بعد اسبوعين من الكلمة دي. بتقول الدكتور كان متعجب ازاي خبطة بسيطة زي اللي البنت خبطتها له دي تموته. أقدار وأعمار، لكن العين حق. القصة التانية اللي معانا دي حصلت برضو لواحدة بالفعل، هي اللي حكيها أيضا. بتقول كنت قاعدة وعندي صديقة ليا، وكانت صديقتي دي جوزها مكرهها في عيشتها وقرفها في عيشتها، وكانت ظروفهم صعبة برضو، فكان ده مع ده يعني، فكانت الموضوع بوظ خالص. بتقول كانت عندي جوزي جه من بره، كان عنده تجارته ما شاء الله. بتقول جه دخل لقاها قاعدة اسلم عليها وقال لي انا هدخل انام لان انا تعبان شوية. بتقول وانا قاعدة معاها، جوزي دخل وانا قاعدة معاها لقيتها بتقول لي يا بختك بجوزك، لا عمره زعلك ولا هانك زي جوزي، ولا مطلع عينك زي الراجل اللي معايا. بتقول عشان ادخل اصحيه من النوم بعدها قال ايه؟ ميت. ايوه جوزها مات وصاحبتها قاعدة معاها من العين اللي رشقت فيه. القصة دي حقيقية وحصلت بالفعل. أعمار كل شيء بيد الله، لكن في أسباب، والحسد مذكور في القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الحسد ومن العين. تالت قصة معايا قصة واحدة بتحكي بتقول كنت رايحة، جوزها كان جايب فرخة وبعتها المحل جنبهم، محل مشويات، عشان الراجل يتبلها ويشويها، واتصل على مراته قال لها روحي هاتي الفرخة وجهزي السفرة وانا جاي. بتقول نزلت قابلت واحدة قريبتنا وبنتها، فمقابلها بتقولها انت رايحة فين دلوقتي؟ قالت لها انا رايحة اجيب الفرخة من المطعم اللي جنبنا هنا، عشان جوزي بعتها يشويها وانا هاخدها عشان اروح اجهز الغدا، تعالوا يا جماعة اتغدوا معايا. بتقول بتكلم بحسن نية وعزمت عليهم جامد ان هم يجوا يتغدوا معانا. فبتقول وهم ماشيين خلاص هيمشوا بيسلموا عليا عشان يمشوا، فجت الست دي قالت لبنتها شايفة الرجالة الحلوة مش الراجل الهم اللي معاكي، شايفة بيجيب لها فراخ مشوية مش اللي معاكي اللي جابلك الهم وجابلك الضغط وجابلك المرض. بتقول يا جماعة أنا وجوزي اتطلقنا طلاق رسمي، ولغاية دلوقتي معرفش أنا اتطلقت ليه ولا ايه السبب ولا ايه اللي حصل. القصة دي حصلت بالفعل لسيدة مصرية. القصة التانية اللي معانا طبعا قصص كتير مش هنعد في الحسد المميت المرعب ده من الإنسان اللي أشد وأصعب من المس ومن الجن ومن كل ما تتخيله الحسد والعين. بتقول كان ليا أختي توأمي، وكنا توأم في كل حاجة، في الشكل، في كل حاجة،
يعني وبتقول كنا بنحب بعض جدا، كانت أختي دي توأم روحي، مش توأمي بس، دي توأم روحي وحبيبتي، وكنا صحاب أكتر ما احنا اخوات. ما كناش بنمشي خطوة غير مع بعض، ما كناش بنروح مكان غير مع بعض، دروسنا حتى لبسنا كنا بنجيبه زي بعض من كتر ارتباطنا وحبنا ببعض. فواحدة قابلتهم قالت لهم انتوا دايما مع بعض كده، انا ما بشوفش واحدة فيكم ماشية الروحة، انا نفسي اشوف واحدة فيكم ماشية الروحة كده عشان اعرف هفرق بينكم ولا لا. بتقول تاني يوم اختها عملت حادثة وماتت، وبقت بتمشي هي الروحة. بتقول من يومها وانا بمشي لوحدي من غير اختي حبيبتي، توأم ولادتي وتوأم روحي. العين، الحسد، أعوذ بالله. القصة التالتة اللي معانا، لا قصة تالتة مين، القصة اللي لو قلنا مليون حكاية عن الحسد مش هيكفي. قصة كمان معانا بيحكيها ولي أمر، كان عنده ولدين توأم. الولدين دول حكايتهم مرعبة، فعلا مرعبة. بيحكي بيقول المدرس، هما كانوا في علم علوم، مدرس الكيمياء قال لولي الأمر انت عندك ولدين دكاترة من غير أي كلام، 2 دكاترة، الاتنين دول دكاترة يا أستاذ فلان. بيقول عشان الولدين فجأة يتعبوا الاتنين مع بعض ويجيلهم كانسر، واحد منهم يموت والتاني بيتعالج وما دخلش الامتحانات. الولدين راحوا منه، أو واحد راح والتاني بين إيدين ربنا بعد كلمة من مدرس المادة. كلنا كنا شفنا بوست نزل عن عمارة فيها عمارات دكاترة كتير، بس فيها 3 يفط لدكاترة اخوات في تخصصات مختلفة باسم الأب، دكتورة و2 دكاترة. ففي حد صور المنظر ده، ودي من مساوئ ومن عيوب السوشيال ميديا. انتوا ممكن تتحسدوا وانتوا قاعدين في بيوتكم وناشرين حاجة ليكم. في حد كان كاتب يا بختك يا فلان الفلاني اللي هو أبو ال3 دكاترة دول، عشان بعدها بيوم ينزل بوست موعد جنازة الدكتورة فلان الفلاني اللي هي بنت الراجل ده اللي كان بتقاله امبارح يا بختك عندك 3 عيال دكاترة من واحد لا شافهم ولا يعرفهم، هو بس قرا ال3 أسامي المتشابهة. تخيلوا الحسد ممكن يعمل ايه، تخيلوا الحسد بيأذي ازاي. القصص دي كلها حقيقية وحصلت لناس بالفعل. القصص دي محدش يستهون بالحسد. القصة اللي معانا برضو دي قصة برضو اتحكت لي من واحدة أعرفها، بنت جميلة جدا وباباها كان غني قوي ما شاء الله، كمان كانوا في بلد ريفية وكان مستوى الناس فيها يعني الناس كلها كانت على قد حالها، لكن الراجل ده ربنا فتح عليه بتجارة، وبنته دي كانت جميلة جدا. البنت كانت من شدة جمالها اتخطبت وهي في تانية ثانوي، كانت متفوقة جدا في الدراسة، كانت علمي، وكان كله متوقع ان البنت دي يعني ان شاء الله هتحصل كلية من كليات القمة، كان صيدلة او طب. واتخطبت وهي في تانية ثانوي واتحجبت كمان، فكانت يعني بقت ما شاء الله عليها، كانت بتمشي كده آية. بتقول عشان وهي رايحة درس وماشية مع واحدة صاحبتها تقابلها واحدة تقول لها ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، وخبطت كده على صدرها بإيديها. هي بتقول لها ايه الجمال ده، بتقول عشان بعدها ب4 أيام البنت تتعب وياخدوها يكشفوا عليها يتفاجئوا ان هي عندها سرطان في الثدي. ربنا يعافينا يا رب.
القصة دي حقيقية وحصلت بالفعل، اتحكت لي من اللي كانت ماشية معايا. قصص تانية مرعبة هنقولها إن شاء الله في الجزء التاني من قصص حقيقية عن الحسد. بتمنى منكم إن انتوا تبعتولي القصص، لو أي قصص تعرفوها أو حد والعياذ بالله عاشها مع الحسد يبعتها عشان نحكيها ونحذر الناس. وإن شاء الله هنزل لكم المرة الجاية الرقية الشرعية. احنا عندنا هنا في الفيديو ده دعاء العين والحسد. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. طبعا ما تنسوش قراءة المعوذتين وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات في أذكار الصباح وأذكار المساء. يا جماعة الأذكار دي حصن عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. اللهم أبطل أثر عين أصابت رزقا فأمسكته، وأصابت جسد فأمرضته، وأصابت قلبا فأحزنته. آمين يا رب العالمين. تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.